هاي عاملين ايه؟ النهاردة أنا هعمل معاكم فراخ بانيه. بس هعملها النهاردة بطريقة مختلفة، هعملها بالدقيق بدل البقسماط. آه هتبل أول حاجة كده الفراخ. أول حاجة معايا ملح، فلفل، بصل باودر، بس بفتحه عشان ايه. أيوه كده. زعتر، بحب الزعتر قوي في البانيه. الجديد بقى ان انا يعني مش هسيب البانيه في التتبيلة. يعني انا هعمله واحمره دلوقتي، بس ازود شويه ملح كمان كده عشان ايه، حاسه انه هيبقى ناقص ملح. تمام. بس ممكن كمان ازود شويه شطه كده. مهم. بصوا حطيت بالظبط ربع مكعب ماجي. بيدي طعم حلو قوي مع الفراخ. بس هقلب بقى البانيه بس واجيلكوا تاني. معلش نسيت اقول لكم اهم حاجه، هحط كركم اهو. تمام. بص بقى في إضافة أنا حابة إن أنا أضيفها كده. إيه يعني حوالي معلقة خل صغيرة، وهضيف كمان معلقة صلصة عشان يديني نفس طعم الكاتشب في الفراخ. فأنا حابة أعمل كده، مش عارفة ليه يعني. أنا كنت خلاص يعني، كانت هي دي بس التتبيلة. لا أنا قلت أزود عليها الخل والصلصة. يعني كنت عايزة أزود كاتشب ما لقيتش، فقلت أزود عليه معلقة صلصة وشوية خل. كده بعد ما زودت الصلصة بس كده وقلبتها. دلوقتي بقى هاخدها وهحطها في الدقيق. بصوا انا مش عارفة النهاردة بنسى كل حاجة، كنت هنسى اهم حاجة، البيض واللبن. حطيت بيضاية وحطيت شوية لبن. آه، بس تمام. دلوقتي بقى انا معايا دقيق اهو، شوية دقيق. تمام. كده هاخد بقى ايه، البانيه. انا هوريك واحده وهعمل انا بقى الباقي مع نفسي. بصوا كده اهو. تمام. بالايد التانية بقى، يعني في ايدي نضيفة، هاخد بقى ايدي واعمل الباقي. بصوا للاسف انا معرفتش اصور لكم وانا بحطها بقى في الدقيق، لان يعني كنت بشتغل بايدي الاتنين وانا اللي بصور نفسي، فمعرفتش بصراحة لان ما عنديش ستاند ولا اي حاجة. بس كده انا اهو حطيتها في الدقيق كلها. دلوقتي بقى هحمرها معاكم. عايزة بس أفكركم بالتتبيلة. احنا حطينا ملح وفلفل، بصل باودر، توم باودر، زعتر، كركم، شطة. للي حابب يعني يحط شطة أوكي. آه، وحطيت كمان معلقة صلصة صغيرة وشوية خل صغيرين برضو. لأن أنا عندي هنا كمية يعني بسيطة. أوكي. و حطيت كمان ربع مكعب ماجي، وحطيت بيضة، وحطيت شوية لبن. بس هي دي كده المقادير عشان انا دوختكم معايا. معلش انا اسفة، بس انا عشان مستعجلة فايه، ف يعني متبرجلة شوية. بس هحمر البانيه معاكم بقى واستني. هنا عندي الزيت اهو بيسخن. تمام. جرب كده.
تمام. بصوا هي النار كانت عالية. أول ما حطيت البانيه وطيت النار على طول عشان ما ايه ما تتحرقش معايا تستوي. بس هسيبها بالظبط 10 دقايق واطلعها. بصوا كده بعد ما حمرت بقية الكمية. تمام. طبعا هو أول اتنين أنا حمرتهم معاكوا يعني أنا وقفت تصوير وقعدنا بس اتغدينا لأن أنا كنت اتأخرت على الغدا. بعد كده كملت بقية الكمية فدي كده بقية الكمية. تمام عشان قلت أحمرها عشان أكمل معاكم الفيديو. تمام وقلت برضو لازم أدوق معاكم رغم إن أنا والله بجد مش جعانة خالص بس إيه هدوق معاكم بس حتة صغيرة كده. بس عايزة أقول لكم برضو هي التسوية بتاعتها 10 دقايق بالظبط. في الأول النار بتبقى عالية بعد كده أول ما بنحط البانيه بنهدي النار بعد كده بنسيبها 5 دقايق. بعد كده بنقلبها على الجنب التاني ونسيبها 5 دقايق تانيين. بعد كده بنطلعها بس. ما بين كل يعني قلية والتانية بنعلي النار عشان بتبقى درجة حرارة الزيت بتبقى هديت. بس أول ما يعني بعلي النار بحط البانيه بعد كده بهدي النار وهكذا بس. هي دي التسوية بتاعته يعني مفيش أسهل من كده. بس هدوق بقى معاكم. طلع بانيه وادوق معاكم. اهي شكلها طبعا تحفة. بسم الله. تحفة جربوها. إيه معلش أنا بس عندي تعليق صغير لو انتوا حابين البانيه تقرمش أكتر خلوها على النار يعني لحد ما تقرمش أكتر من كده لأن هي لما بتتسيب بس 10 دقايق بتبقى طرية شوية زي ما انتوا شايفين. تمام. زي ما انتوا شايفين كده بتكون طرية. فلو حابينها ان هي تكون بتقرمش سيبوها يعني 5 دقايق تاني كده على النار بس على نار هادية. آه، بس وهتقرمش معاكم. بصراحة أنا أول اتنين ما أنا معرفتش أصورهم خالص للأسف بس طلعوا يعني سبتهم براحتهم فطلعوا حلوين جدا بصراحة. كانوا بيقرمشوا كده بس للأسف معرفتش أصورهم معاكم. بس أنا قلت أقول لكم برضو الملحوظة دي عشان إيه تبقوا عارفين لأن ده مش بقسماط دقيق فهيديكوا إحساس إن انتوا بتاكلوا مثلا سمك فيليه أو كده. عشان ما تحسوش الإحساس ده سيبوه أكتر على النار يعني سيبوه مثلا إيه 5 دقايق كمان بس. بصوا أنا معلش أنا زهقتكم الفيديو ده أنا عارفة بس أنا قلت برضو إيه كده كده أنا كنت يعني مش هاكلها كده طرية قلت هرجعها تاني في الزيت. فقلت برضو يعني أوريها لكم. بصوا لما رجعتها في الزيت بقى بقت كريسبي أكتر. سامعيني القرمشة. تمام. بس فقلت برضه اوريها لكم عشان اللي حابب درجة السوا دي يعملها كده واللي حاببها ايه اللي هي الطريقة التانية يعملها كده بس. معلش طولت عليكم وانا اسفة جدا الفيديو ده كله كده دربكة. فمعلش انا اسفة جدا واستحملوني. يلا باي باي.